إخواني وأخواتي، ليلة القدر الراجح من أقوال أهل العلم أنها في العشر الأخير من رمضان، والراجح أيضا من أقوال أهل العلم أنها في الأوتار من ليالي العشر الأخير من رمضان. ونصيحة لي ولكم: لا تشغلوا أنفسكم ولا تضيعوا أوقاتكم في الجزم والتأكيد على ليلة معينة، لأن ليلة القدر تنتقل في العشر الأخير من رمضان. ولذلك من قام ليالي العشر كلها واحتسب الأجر في ذلك أدرك ليلة القدر، مثل ما قال عمر بن الخطاب لذلك الرجل الذي سأله عن الصلاة الوسطى: ما هي الصلاة الوسطى؟ قال: صل الصلوات الخمس تدرك الوسطى. كذلك إذا أردت وأردت أن تدركوا ليلة القدر فقوموا العشر الأخير من رمضان، وإنما هي أيام معدودات. صحيح أن الإنسان يتحراها في الأوتار، لكن عليه أن لا يضيع هذه الليالي، فهي غنيمة وفرصة عظيمة للإنسان قد لا تعود إليه مرة أخرى.